زكريا شاب عنده 25 سنة، دايما متمرد على حاله، مش عاجبه حاجة، متعجرف، نرجسي بشكل غير مبرر. يعني زكريا قاعد في الشقة دي بحجة انه يبني نفسه ويوصل للي ابوه وصله له من غير مساعدة حد. بس دي ما كانتش الحقيقة ان زكريا كان هربان من البلد ومن عيشتها ومن الشغل اللي ابوه كان عايز يمسكه له في المصنع بتاعه. اللي قطع اللي هو بيعمله ان في حد اتصل عليه ظاهر باسم عم رؤوف. على غير العادة عم رؤوف كان دايما بيهزر معاه ويضحك معاه، بس المرة دي رد عليه عم رؤوف بصوت فيه ألم ووجع: ارجع يا زكريا يا ابني، ابوك مات. بالفعل يا صديقي زكريا رجع البلد عشان ياخد عزا ابوه مع اولاد عمه وعمامه وقرايبه اللي في البلد. عم رؤوف قام من على الكرسي اللي هو كان قاعد عليه وقام حشر نفسه ما بينه وما بين زكريا وابن عمه، قرب منه كده بصوت فيه عتاب او لوم، قال له: يا زكريا يا ابني، انت ما جيتش ليه زي ما ابوك كان بيقول لك تشتغل معاه وتمسك شغله؟ على الاقل كنت هتشوفه قبل ما يموت. طبعا انت عارف ان زكريا كده كده مش في دماغه، ودن من طين ودن من عجين، الكلام اللي بيخش من هنا بيخرج من الناحيه الثانيه. واللي قطع كلام عم رؤوف صوت مره واحده داخل عليهم خشن: ازيك يا زكريا يا ابني، بقاء لله، ربنا يجعلها اخر الاحزان. وهو ماسك على ايده جامد وشادد على ايده، ولسان حاله بيقول: ربنا يسترها منك ومن ايامك السوداء يا زكريا يا ليفا.